مشاهدينا ومشاهدي قناتنا السينما في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم السينما مصريه. معنا النهارده نجمه متالقه في عالم التمثيل، نشأت في بيت فني 100%. والدها هو الموسيقار فاروق سلامه وعمها هو الموسيقار جمال سلامه، ورغم انها نشأت في بيت من الغنى والطرب والموسيقى، لكن قررت ان هي تنحى منحى اخر وتخوض عالم الاضواء والنجوميه عن طريق التمثيل. ظهرت في فتره التسعينيات وقدمت اكثر من 90 عمل ما بين مسرح وسينما وتلفزيون. قدمت ادوار صعبه جدا ومغايره للواقع، ولقبت في بعض الاحيان بممثله الاغراء. حصلت كمان على افضل ممثله عن فيلمها الصرخه لما وقفت امام النجم الكبير نور الشريف والفنانه معالي زايد. والحقيقه ان هي دايما بتهتم بالشؤون الحياتيه والانسانيه وليها ادوار مهمه جدا في حياتها. تعالوا معانا نخوض في هذا العالم الخاص جدا بنجمتنا النهارده. نجمتنا النهارده في سينما مصريه هي النجمه نهلة سلامة. فنانة متميزة أتت إلى عالم التمثيل في التسعينيات، في الوقت الذي طغت فيه الكوميديا على مزاج صناع السينما. تمتلك قدرة على الإقناع في أي دور تؤديه. نهلة سلامة نجمة التسعينيات، ولدت في أسرة فنية، فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة. تربت ونشأت وسط عائلة لها حس فني، رسمت ملامح قدراتها التمثيلية وحبها وعشقها للفن. كانت بدايتها من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات، منها عالم كورة، بوليتيكا وللسيدات فقط. ثم انطلقت بعدها إلى عالم الشهرة والأضواء لتشارك نجوم ونجمات السينما. مشاهدينا بنرحب بيكم مجددا. معانا نجمه متالقه منورانا النهارده في استوديو السينما مصريه، ليها باع طويل جدا في التمثيل للمسرح والسينما والتلفزيون وكمان الراديو، ليها مذاق مختلف ومغاير. الحقيقه ان هي ظهرت فتره التسعينيات، بس قررت ان هي يبقى ليها بصمه مختلفه وطعم خاص جدا. قدمت لنا ادوار صعبه، ممكن يكون عدد من النجمات اللي ظهروا في الفتره دي رفضوا يقدموا النوعيه دي، اللي ممكن تتخلى عن المكياج كله وتتخلى انها تعمل شعرها لمجرد انها مؤمنه انها تقدم دورها بشكل كامل وبشكل فيه مصداقيه كبيره جدا. معانا ومعاكم النهارده نجمتنا نهلة سلامة. اهلا بيكي يا نهلة، منوران. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه في البرد ده؟ متقله. ايوه. نهلة، خلينا نبدا من حياتك، وانك يعني اول ما ظهرتي في بيت فني، يعني انت تربيتي في بيت فني، والدك هو الموسيقار فاروق سلامه وعمك الموسيقار جمال سلامه. هل ده اثر على تنشئتك انك بتحبي الفن والموسيقى والغنى؟ اكيد، يعني يمكن كان ده جوايا المزيكا، والمزيكا بتعمل احساس يعني مرهف زي ما بيقولوا كده، فممكن تكون نشأتي في بيت كله مزيكا وفن خلاني يعني احب الفن من غير ما احس. يعني في الجينات كده، ما بذلتيش مجهود، ما دورتيش عليه، هو جواك؟ لا، انا ما دورتش عليه في الحقيقة. الدم يعني. في الدم. طيب احنا عارفين عنك ان انت كنتي طفله مدلله جدا بين اشقائك وشقيقتك، ده حقيقي؟ كانوا بيدلعوكي ازاي بقى؟ يعني يعملوا لي الشاي بلبن الصبح ويفطروني، ويعني ما اعرفش، كان ليا يعني الحمد لله كان ليا غلاوه دايما في اهلي، عند اهلي واخواتي وكل اللي حواليا. يعني ترتيبك الكام بقى؟ الاولى. ده المفروض بقى المسؤوله والبكريه والعقله. لا خالص، مفيش الكلام ده عندنا. لا، انا الصغيره وهم الكبار. انت اللي اتدلعتي، خدتي كل الدلع. بالظبط. تمام. طيب احنا شفناكي غنيتي في كذا عمل، يعني عدد من الاعمال الدور كان بيقتضي ده، بس ما كانش الاساس، يعني كان اداء اكتر منه غنى او طرب. انت وانت صغيره ما شدكيش انك تعزفي على آلة تغني؟ حاولت اتعلم الاول بيانو، اهلي حاولوا يعلموني بيانو. حاولوا. بس للاسف يعني كانت جابوا لي المدرسه بتاعت البيانو، قالت لي لازم اقص ضوافري
عشان اتعلم بيانو ضد الانوثه. فده طبعا انا رفضت ما اقدرش اعمل تماما كده. يعني. قلت لا ده صعب جدا، انا هتخلى عن اونستي يعني أيوة. وان انا مدموزيل وكده، ما ينفعش اقص ضوافري. فرفضت ان انا اتعلم على آلة يعني. بس ساعات كتير قوي كنت بتمنى ان انا يطلع صوتي حلو. يعني بس انت فعلا صوتك حلو في الكلام، يعني في الاداء ليكي بحه صوت مميزه، لما نسمعك على طول نعرف ان انت نهله سلام. بالظبط. لكن الغنى ايه وضعك؟ الحمد لله. ده بجد يعني اوكي، بس كان نفسي يبقى صوتي حلو اللي هو مطربه. يعني بحجم يعني احساسي، كان نفسي يكون صوتي حلو عشان اقدر اوصل احاسيسي ومشاعري عن طريق الغنى طبعا. لكن يعني الحمد لله ده حصل في الطبيعي يعني في الكلام العادي، لكن الغنى بغني بقى بأدي اداء. طبعا عملت ده في المسرح في ديسكو ياهو وفي مونيكا والفستان الازرق، وعملت في مسلسلات، غنيت في يعني عملت غنى بس مش بقى مطربه يعني. مش لدرجه الطرب يعني. بالظبط. تمام. طيب كل واحد فينا واحنا صغيرين بيبقى عنده حلم، يعني اللي عايز يبقى دكتور، اللي عايز يبقى مهندس، اللي عايزه تبقى راقصه باليه. انت كنتي بتحلمي تبقي نجمه، عندك نجوميه والاضواء عليكي، كنتي نفسك تبقي ايه؟ لا انا كان نفسي اكون زوجه وام او اكون مطربه يعني او اغني. بس يعني هم دول اللي فكرت فيهم. لكن ما كنتيش تفكري ابدا انك هتوصلي لمرحله ان انت تبقي نجمه واسمك يتصدر افيش وتبقي لا جت معايا كله بالصدفه. كله بالصدفه، وكان يعني زي ما تقولي كده ربنا بيختار لك برضو الطريق اللي انت بتمشي فيه. برغم ان اهلي كانوا فنانين وفي عائله كلها فنانين وكده، وكان مفروض ان ده يكون طريقي. انا ما كنتش بحب ده، او يعني ما كانش في دماغي اني همشي في الطريق دوت، بس ربنا هو اللي اختار لي ووفقني، وقدر ان يعني لقيت فرص كتير اتفتحت قدامي فقدرت امشي في الطريق. طيب نهله، خلينا نتكلم عن بداياتك الفنيه. البدايات كانت ابو الفنون، وابو الفنون بيحتاج طاقات من الفنان غير عاديه، لازم كل يوم راكوراتك بادائك، زعلانه مبسوطه جعانه بردانه، هو الاداء اون ستيج لازم تبقى فيه حضور، تبقي محتشده كده باللغه الاذاعيه زي ما بيقولوا. اول ظهور ليكي كان جمعيه قتل الزوجات على المسرح، كنتي عامله ازاي؟ كنتي راغبه الموقف؟ حسيتي انها منطقتك مش غريبه عليكي؟ رجعينا كام سنه. توفيق الله يرحمه هو اللي اكتشفني وقدمني في المسرحيه دي. الاول عمل لي تيست كده، يعني اداني مشاهد امثلها وكده، فقال لي لا ده انت هايله، يعني مش محتاجه ان انت تاخدي تدريبات كتير ومش عارفه ايه. وزي ما تقولي كده رموني على البحر، رموني في البحر. وبعد المسرحيه دي لقيت الناس كلها بتقولي لا ده انت هايله وعندك حضور كويس على المسرح، وشجعوني، والحقيقه كلهم وقفوا جنبي. ده خلاني يعني حسيت بعد كده ان لا يعني هكون كويسه هيكون ده يعني مش اول عمل ولا اخر عمل، يعني هيبقى يعني ما خدتيش تدريب ولا دخلتي اعداد ممثل ولا خالص. بس برضو كليتي انا بدرس، كنت ادب فرنساوي، فعندي فكره عن الدراما، عن الفونيتيك، عن يعني حاجات كتير افادتني برضو. ايه يا منى ده؟ قلبك لاين البيت كده ليه؟ يا ماما انا اديتهم كلمه وقلت لهم يعملوا لقاء الكاتب الكبير في السياوي بنجي هنا عشان السباكه عندهم غرقت الجمعيه الثقافيه، وبابا موافق. انا مش فاهمه ايه الشكوى اللي عندهم فوق. ما الحنفيه كانت بتنقط، قاموا جابوا السباك ضرب المواسير كلها، الشقه غرقت ميه فعملت مس والكهرباء ضربت، وانا بقى اديتهم كلمه. يا فرحتي بيكي يا اختي. يا ماما اللقاء ده هيرفع مدحت السما، وانا هبقى زوجة الكاتب الكبير مدحت عزمي. ودول بقى يا حبيبتي هنعشيهم ايه؟ دول مش هيتعشوا، دول هيعملوا الندوه ويمشوا على طول. ايه؟ طب اسمعي بنت ماما. تعالي. اذا جابوا عشاء اندهينا نتعشى معاهم. يا حبيبتي يا ماما، انا عارفه ان كنت هتوافقي، ربنا يخليكي ليا. يا بلافه. انت من قاطني حي الزمالك، ودايما ولاد حي الزمالك ليهم سمت خاص كده، ليهم صفات معينه، اكتسبتي ايه من الحي وايه اللي اضافه لك؟ حب الهدوء. انا بطلع منك الكلام وعماله بشد. حب الطبيعه.
ان مرتبطه قوي بالمكان وبالناس وبالجيران وبحياتي، يعني في ألفة قوي ما شاء الله. يعني دايما انا مولوده في المكان ده وفي البيت ده، ولسه مكمله يا نهله فيه؟ الحمد لله. يعني عشت واتولدت وكله فيه يعني. فانا مرتبطه جدا بالمكان وباصحابي وبجيراني وكل شارع ومدرستي كمان. فكل شارع ليه ذكريات عندي، ودي حاجه بتهمني قوي يعني. ويعني يمكن ده مش مخليني عارفه اعيش في مكان تاني. يعني حاسه ان انا يعني في حاجه هتكون قويه قوي ناقصاني لو انا سبت المكان ده. جزء من كيانك يعني. بالظبط. تحسي بالغربه لو رحتي اي مكان تاني؟ صح. جربتي ورجعتي تاني؟ جربت، بس دايما برجع قواعي سليمه. تمام. دراستك بقى واداب فرنسي افادوكي في ايه؟ وليه ما استغلتيش اجابتك للغه الفرنسيه وانت طول عمرك مدارس فرنسيه لغايه ما اتخرجتي من اداب فرنسي؟ ما استغلتيش ليه اللغه بتاعتك في حاجه تانية؟ وسعتي افاق نجوميتك او تمثيلك، نقلتيها نقله تانية؟ بصي اقول لك حاجه، يعني انا دايما كان الفن بالنسبه لي هوايتي. حاولت ان انا يعني من خلال دراستي ان انا اقرا كتير وان يبقى عندي يعني ثقافه عامه في كل المجالات. لكن مثلا فرنسي ما جاليش دور ان انا اتكلم بالفرنساوي يعني لسه، او ان انا افكر ان انا اتجه للعالميه، لان انا عايزه انجح. كنت الاول في بلدي يعني واحقق نفسي والاقي ادوار اوصل بيها للناس وكده. فما حاولت يعني ما كانش لسه في يعني ان انا استغل اللونج بتاعتي يعني. هل انت شايفه ان انت كنتي محظوظه في بداياتك؟ يعني في ممثلات اخريات او ممثلين بيبداوا كده بصعوبه، بيبداوا بادوار كومبارس، بيبداوا بادوار هامشيه جدا وبيمشوا سنوات كتيره جدا وبعدين بيبقوا نجوم صف اول. انت اول ما بداتي بطوله وبداتي في ادوار ليها مساحات كبيره. هل انت شايفه ان انت كنتي كمان مدلله في المجال الفني؟ حقيقه اعترفي بقى. حقيقه لازم تعترفي. لازم اعترف ان انا طبعا ما شاء الله لا كنت محظوظه جدا جدا. بداياتي ويعني فتره التسعينات كلها